سائق القطار. صباح 25 من يوليوز من العام 2000 حطت بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء طائرة قادمة من باريس. معظم الذين جاءوا على متن تلك الرحلة من أبناء الجالية المغربية في فرنسا. كان ضمن الركاب أيضا عدد من الأجانب الذين جاءوا لقضاء العطلة في المغرب. تقدم الوافدون إلى شباك الشرطة لختم جوازات سفرهم وإتمام إجراءات الدخول إلى الأراضي المغربية. كان في جملة الذين اصطفوا أمام شباك الشرطة رجل اسمه ساميال رايس. كان يقف في هدوء وفي يده جواز سفره الفرنسي. لم يكن الرجل الذي دخل العقد الرابع من عمره يخفي سعادته وهو يستعد للدخول إلى المغرب. لم يكن معه أحد. جاء دور ساميال وتقدم إلى الشباك. قدم جواز سفره إلى الشرطية التي كانت تتولى تنقيط القادمين إلى المغرب، وفجأة بدت على وجهها علامات المفاجأة. ضغطت على زر وما هي إلا ثوان حتى وقف بجانب ساميال رايس شرطيان. طلب منه أن يرافقهما إلى إدارة الشرطة. نظر إليهما مستغربا، ولكنهما لم يترك له مجالا للسؤال. لما وصل طلب منه أن يدلي بهويته كاملة. كان الرجل على يقين تام بأن لا مشاكل له مع السلطات، ولكنه ما أن أدلى بهويته الكاملة وما أن تم إدخال البيانات إلى الحاسوب حتى حدث ما لم يكن يتوقعه. ساميال رايس واسمه الحقيقي إسماعيل الرايسي مطلوب لدى السلطات المغربية منذ 16 عاما من أجل الاغتصاب. الفرحة التي كانت تغمره وهو يقبل على الدخول إلى المغرب تحولت إلى كابوس. كاد يفقد عقله لما علم أن المشتكية هي سلوى الرايسي شقيقته. أوضح له المسؤولون في شرطة مطار محمد الخامس أنه تأسيسا على تلك الشكاية التي سجلت قبل 16 عاما يتعين استجوابه حول المنسوب إليه وتقديمه إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات التي تتلائم مع طبيعة الأفعال المنسوبة إليه. أحس بالندم يوم غادر المغرب قبل 16 عاما، وكان في 20. غادر إثر خلاف مع شقيقته ومع جده الذي كان قد تولى كفالتهما بعد وفاة والده في حادثة سير وزواج والدته من آخر. عادت به الذاكرة إلى طفولته حين كان في 5 من العمر، وكانت سلوى شقيقته في 3. عادت به الذاكرة إلى يوم وقع الخبر الفاجع على الأسرة يوم مات والده في حادثة سير. بعد فترة لا يذكر أنها طالت، تزوجت والدتهما ومضت لتعيش إلى جانب زوجها الجديد. تولى الجد الحاج عبد القادر الرايسي كفالة حفيديه، وحرص على تنشئتهما تنشئة قويمة وسوية. كان يعمل في تجارة قطع غيار السيارات، وكانت توفر له دخلا محترما. وبما أنه كان قد ترمل منذ بضع سنين، فإن حفيديه إسماعيل وسلوى صار قطب حياته. لما بلغ الفتى سن المراهقة قربه إليه وصار يعامله معاملة الصديق لصديقه. كانت سلوى تكبر، وبما أنها أنثى فلم تجد من يوجهها ويسدي لها النصح في الأمور التي تخص الفتيات سوى تلك النساء اللواتي كن تتعاقبن كخادمات على منزل الحاج عبد القادر الرايسي. لما بلغت سلوى 16 كانت قد انقطعت عن الدراسة منذ 2 عام. كان انشغال جدها بتجارته وشقيقها بدراسته وراء فراغ كبير كانت تعاني منه دون أن تقوى على البوح بما تقاسيه. ارتبطت بشاب كان يعمل في المكتب الوطني للسكك الحديدية. كان سائق قطار اسمه سعيد مالو. في الواقع كانت مهنته تلك ما أبهر سلوى. كانت ترى فيه شابا قويا بالقوة التي للقطار. لما توافق على الزواج جاء الشاب يخطبها من جدها. لم تكن قد أكملت ربيعها 17. لما استشارها جدها لمس منها قبولا. كان للشاب عمل قار، ولم يلحظ الحاج عبد القادر ما يحول دون تزويجه، وقد أنفق في حفل زفافها بسخاء، إذ حرص على أن يوفر لها كل ما ترغب فيه فتاة بمناسبة حفل زفافها. كانت سلوى تعتقد أنها بزواجها ستضع نقطة نهاية للفراغ الذي كانت تعاني منه. كذلك كانت تظن.
ولكنها اصطدمت بواقع آخر وحقائق لم تكن تتصورها. بعد حفل الزفاف انطلق العروسان في رحلة شهر العسل، قضيا بضعة أيام في الراشدية حيث تقيم عائلة العريس، وقد آلمها ذاك الجفاء الذي استقبلت به من قبل أسرة زوجها التي رفضت إيواءهما، وهو ما اضطرهما إلى استئجار غرفة في فندق من أسفل قائمة التصنيف. انتقل إلى طنجة بعد أن أمضيا بضعة أيام في مراكش في ظروف بعيدة عما حلمت به سلوى. لما انتهى شهر العسل آن للعريس أن يذهب بعروسه إلى منزلهما. كان يحدثها في الأيام السابقة عن شقة اكتراها، ولم تكن تسأله عن التفاصيل، ولم ترافقه يوما إليها. وصل عصرا إلى الدار البيضاء. يومها اكتشفت سلوى أن الشقة التي يتحدث عنها زوجها ليست سوى شقة صغيرة فوق سطح إحدى العمارات، كانت تتألف من غرفة واحدة ومطبخ صغير، بيد أن الحمام مجال مشترك مع باقي المكترين على سطح تلك العمارة القديمة. لم يكن يسيرا على سلوى أن تتأقلم مع هذه البيئة الغريبة عنها، وقد ازدادت معاناتها بفعل مواقيت عمل زوجها سعيد التي كانت تتغير من عمل في الليل إلى غياب عن البيت يومين أو ثلاثة، يبيت تارة في وجدة وأخرى في المحمدية أو في فاس. لم يعد ينالها من زوجها سوى ليلتين أو ثلاث في الأسبوع، وتبقى تنتظر ليالي أخرى. صارت تعاني وتلعن ذلك اليوم الذي التقت به. اضطرت إلى أن تعرض نفسها على طبيب متخصص في الأمراض النفسية. كان الطبيب يحاول أن يقوي لديها الأمل في الحياة، فهي شابة في مقتبل العمر ولعلها ترزق مولودة أو مولودا يملأ حياتها. لم يكن جدها يعلم، ولم يكن الحاج عبد القادر الريسي يجرؤ على اقتحام حياتها الجديدة. ظل الأمر على ذلك الحال، ولما اشتاق إليها شقيقها إسماعيل ذهب لزيارتها، وجدها غارقة في نوم عميق بعد أن تناولت عدة أقراص من مهدئ وصفه لها طبيب للأمراض العقلية. عاد الشاب إلى جده يخبره بما آلت إليه حالة سلوى من تدهور، وبالرغم من أنه تردد في البداية إلا أنه لم يهن عليه أن يترك حفيدته فيما هي من بؤس. مضى إليها وجاء بها إلى بيته حيث خصص لها جناحا. قبل أن تغادر تلك الغرفة فوق سطح العمارة تركت لزوجها رسالة تخبره بأن جدها خصص لهما جناحا في منزله. في الشهور التي تلت بدت الأمور وقد استقرت بين سلوى وزوجها، ولكن ظروف العمل كانت تضطر سعيد مالو إلى الغياب عن البيت. من جديد تدهورت الحالة النفسانية لسلوى. مرت 3 سنوات على زواجهما ولم ينجبا، بالرغم من أن كل الاستشارات الطبية التي قام بها أبعدت احتمال إصابتهما بالعقم. كان إسماعيل قد التحق بكلية العلوم بشعبة الرياضيات. كان وهو في 20 يتابع الدراسة في السنة الثانية، وكان متفائلا من مستقبله، إلا أن حادثا أجبره على تحويل الوجهة. مساء ذات يوم خرج سعيد مالو متوجها إلى العمل، كان سيقود القطار إلى وجدة، ولما التحق بالمحطة أخبر بأن تغييرا مفاجئا طرأ على برنامج عمله. التقى بعض الزملاء ومضوا لتناول بضعة كؤوس. في حدود منتصف الليل عاد إلى المنزل. كانت سلوى قد تناولت كمية من المهدئات وغاصت في نوم عميق. في تلك الليلة ضاجعها، وفي الصباح الباكر غادر إلى العمل وقاد القطار إلى وجدة. لما أفاقت ذعرت لما لمسته من أثر المضاجعة. هي تعلم أن زوجها لم يمضي الليل في البيت، لم يكن في المنزل سوى شقيقها إسماعيل. جاءت إلى غرفته تسأله أين أمضى الليل، رد بأنه كان نائما في فراشه. كان الشاب يعي الحالة النفسية المتدهورة لشقيقته، ولم يكن يتخيل أنها ستتهمه بأنه اغتصبها. ذهل الشاب لما يسمع. كانت تقول إنه وطئها بينما كانت فاقدة الوعي. كانت تصرخ. نهض الجد وخرج من غرفته. لم يكن يصدق ما يسمع. عاد وأقفل بابه. كانت سلوى مصرة على أن شقيقها اغتصبها. طرق باب الجد ولكنه رفض أن يكلمه. قال له ارحل. غادر إسماعيل البيت وقد وعى أن فصلا جديدا من حياته قد بدأ. كان يعي بأنه يخطو خطواته الأولى في المجهول.
التقى زملاء له كانوا يعدون ملفا لطلب منحة لمتابعة الدراسة في فرنسا. رأى أن ذلك ربما أتاح له مخرجا مما هو فيه. استوفى الشروط وسافر معهم. في فرنسا تخصص في الطيران العسكري. انقطعت أخباره وانقطعت أخبار الجد والأخت. سعى إلى قطيعة مع الماضي. حصل على الجنسية الفرنسية وغير اسمه من إسماعيل الريسي إلى ساميال رايس. شارك في عدة بعثات عسكرية فرنسية عبر العالم، ثم في يوم من أيام العام 23 أدركه الماضي واجتاحه الحنين إلى الدار البيضاء واحتضان جده وشقيقته. لما عاد قبض عليه في المطار. كان إسماعيل يدلي بتفاصيل قصته لضابط الشرطة الذي كلف بالاستماع إليها. لم يكن يعلم أن سلوى حملت ووضعت ولدا هو الآن في ربيعه 16. كانت شقيقته تزعم أن الولد ثمرة للاغتصاب الذي تعرضت له، ولم يكن يعلم أن زوجها سعيد مالو قد طلقها. تم تقديم إسماعيل أمام نائب الوكيل العام للملك وأودع سجن عكاشة. بعد أيام اقتيد إلى مكتب الوكيل العام. هناك كان حاضرا رجل مسن وامرأة في متوسط العمر ومراهق. لم يتعرف إليهم. لاحقا سيعلم أن الشيخ إنما هو جده، وتلك المرأة هي شقيقته سلوى التي تلاحقه قضائيا بتهمة اغتصابها. كان إسماعيل مصرا على براءته. سعى محاميه إلى استدعاء طليق سلوى وطالب بإجراء فحص جيني. أخذت عينة من دم إسماعيل ومن دم سعيد مالو ومن دم اليافع. لما مثل الأطراف أمام الوكيل العام للملك كانت نتيجة التحليلات المخبرية قد ظهرت. طلب من سلوى وجدها وابنها الانتظار خارجا، ثم واجههما بالنتيجة. قال إن الولد لواحد منكما، فإما أن يعترف وإلا حددته وفق ما لدي من نتائج التحليل المخبري. احمر وجه سعيد مالو، ابتلع ريقه ثم اعترف بأن الولد له. حكى عن الذي حدث في تلك الليلة التي عاد فيها إلى المنزل لما ضاجع زوجته وهي في نوم عميق. كان قد سئم من حالتها النفسية، ولما رآها تتهم شقيقها باغتصابها ركب الموجة، طلقها، تخلص منها. أدخلت سلوى وجدها وأبلغ بنتيجة التحليلات المخبرية. وللمرة الأولى منذ أكثر من 16 عاما عنق الحاج عبد القادر الريسي حفيده إسماعيل. كانت سلوى تبكي، غزيرة كانت دموعها لما ارتمت في حضن شقيقها. لم يجد أي منهم كلمات تفي بالحاجة وتعبر عن الاعتذار. كان سعيد مالو يتابع ما يجري وهو مطأطأ الرأس. ملفات بوليسية.